شيخ منصور، قدوتك في الحياة مين؟ محمد رسول الله. يعني تقتدي به، تقتفي أثره، تتبع سنته. كيف ما اقتدي به وأمشي على سيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. تدري يا شيخ منصور إنه طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، طاعة محمد في أي أمر من طاعة الله عز وجل. وهذا بكلام الله. يقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. شيخ عبد الله، تريد الهداية؟ ومن لا يريدها؟ جميعا كلنا نريد الهداية. من أجل ذلك الله عز وجل اختصرها. قال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الأنبياء كلهم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكأن الله عز وجل يقول: اقتدي بإبراهيم. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فبهداهم، بهدى الأنبياء، فبهداهم اقتده. فذلك لازم يكون للإنسان قدوة في هذه الدنيا. من قدوته؟ محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ عبد الله، أنا بسألك سؤال وأريد أن أسأل المشاهدين أيضا. بسألك سؤال شيخ عبد الله: أتريد الله واليوم الآخر؟ ومن لا يريد؟ الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذي يريد الله ويريد اليوم الآخر فليكن على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ عبد الله، الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب شيخ منصور، رسالة لإخواننا، رسالة للشباب المسلمين اللي ممكن يقتدي بغير النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يقتدي بلاعب، ممكن يقتدي من قصات شعر، من أمور لربما تدخل في العقيدة. هذول إخواننا لابد أن نوجههم. شو نقول لهم يا شيخ منصور؟ والله يا شيخ عبد الله، أنا مريت على قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. شيخ عبد الله، كثير من الناس يقول: والله أنا أشهد أن محمد رسول الله. كيف؟ ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا أقول لإخواني أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. هنا الفعل، أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا
وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لعلنا نختم شيخ عبد الله بمقولة ذلك الشاعر الذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولد الهدى بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه